مسلسل كارثة طبيعية ده تجربة فاشلة وما بتعبّرش عن المجتمع المصري. يعني مبدئيًا كده، يعني إيه قصة مسلسل أبطالها موظفين، بيعانوا من غلاء الأسعار والضغوطات والمسؤوليات؟ من إمتى الكلام ده؟ معروف أبطال المسلسلات يا بيبقوا بلطجية، تُجّار مخدرات، تُجّار سلاح، أي عمل مشبوه كده، يا إما بيبقوا عايشين في كومباوندات، اللي هم بيفطروا بمَيّة الأكسجين وبينزلوا يصيّفوا في المالديف كده، إنما إيه موظفين دي؟ وبعدين طريقة الكلام شبهنا أوي، يعني فين طُرق الكلام بتاعة الأبطال؟ فين على الله حكايتِك يا سِت الأستاذ أحمد العوضي؟ فين لا ده أنت تمسك الشيشة بقى الأستاذ محمد رمضان؟ فين مقولات الأستاذ مصطفى شعبان في بابا المجال، في مجالنا ما فيش مقارنة؟ فين مقولات الأستاذ عمرو سعد في سيد الناس، اللي هو بيت سيد الناس فيه 4 بيبان 3 رجالي و1 حريمي؟ أنا مش فاهم إيه الجملة دي لازمتها، بس أهي جملة اتقالت، إنما ليه بيتكلموا زينا عادي كده؟ نيجي بقى للبطلة، يعني إيه البطلة يا أستاذ يا مخرج يا أستاذ حسام حامد تبقى طالعة طبيعية، طالعة بشكلها العادي كده في البيت؟ معروف إن أي بطلة بتبقى دايمًا full makeup، طالعة من الولادة بتبقى full makeup، عاملة حادثة بتبقى full makeup، عادي صاحية من النوم بتبقى صاحية كده وfull makeup. يعني إيه طالعة طبيعية كده؟ وبعدين في حاجة غريبة، معروف إن البطلة مهما كانت ظروفها بتاكل من الشارع، مش لاقية مكان تبات فيه، مش لاقية فلوس تصرف بيه على علاجها، بس بتبقى عاملة بوتوكس وفيلر. دي أساسيات، هتلعبوا في الأساسيات ليه يا جماعة؟ وبعدين كمية الحلال اللي في المسلسل كتير أوي، إحنا متعودين على بتبقى فيه حاجات حرام كده، يعني البطل يحب أم البطلة، البطلة تخون البطل مع صديق عمره، الحاجات اللي أنتم بتقولوا بتعبّر عن الواقع المصري. مش الفن يا جماعة مراية المجتمع؟ الحاجات دي مش موجودة ليه؟ ليه كلّها علاقات عادية حلال too much بصراحة؟ ده حتى الحاجة الحرام اللي كانوا هيعملوها في المسلسل وهيروح يبيع كليته ما كملتش. يعني إيه البطل طول المسلسل مشغول بمشاكله، الأسعار، المسؤوليات، فين الانتقام، فين المطاردات، فين الأكشن الأوفر اللي ما لوش أي معنى؟ يعني إيه هو مركّز في حياته هو بس؟ لأ وكمان الإفيهات غريبة بصراحة، يعني إفيهات كده تعرف تسمعها وسط أهلك عادي. إيه ده؟ إزاي يعني؟ فين الإفيهات اللي بتبقى مليانة إيحاءات؟ فين الإفيهات اللي بتبقى ما لهاش علاقة بالموقف، بس المهم إن البطل يفضل يقول في إفيهات وخلاص؟ ليه عامل لنا كل الإفيهات مبنية على كوميديا الموقف؟ حاجات غريبة أوي، الحاجات دي بتعبّر عننا يعني. وكلامي دلوقتي بقى للأستاذ المؤلف، الأستاذ أحمد عاطف، إيه ده؟ يعني إيه مسلسل متماسك، مترابط، كل تفصيلة فيه وليها لازمة، ما فيهوش حشو، إيه ده؟ اتقي ربنا في شغلك بقى. يعني إيه ده، ليه كل الحاجات مضبوطة ليه كل حاجة مترتبة ومنطقية كده؟ فين السيناريوهات اللي ما بتبقاش فاهم مين رايح فين ومين جاي على فين؟ ده المسلسل بيبقى فيه عيّل واحد وبيعملوه 30 حلقة، أنت معاك 8 عيال مش عارف تعمل لنا 45 حلقة؟